حضرتك كابتن محمد الحسيني، حكم الدولي رئيس لجنة حكام منطقة اسكندرية. أهلا بحضرتك. النهاردة حضرتك جاي بتحضر مباراة للميني فوتبول. كنت عايز أعرف من حضرتك إيه مستوى الحكام وإيه اللي حضرتك شايفه في المباريات الميني فوتبول وحكامها. اولا اهلا بيكي ومنوره ملعب السياله. لا انا هنا جاي اتفرج على الحكام، لان احنا الميني فوتبول في بعض الحكام كويسين ان شاء الله، لهم مستقبل على مستوى مصر. ان شاء الله هيطلع من عندنا اكتر من حكم دولي يمثل المنطقه ويمثل مصر في البطولات الدوليه ان شاء الله. ومستوى الحكام، لا مستوى الحكام كويس جدا، وخاصه ان الناس واخده الموضوع بجديه، لان لعبه الميني فوتبول لعبه ممتعه، وهي ان شاء الله اللي هتيجي ان شاء الله هتعوض مصر عن بطولات كتير يعني. طيب حضرتك بتشوف فرق في مستويات حكام الميني فوتبول والفوتبول كرة القدم اللي هو الفريق ال11؟ لا والله ما فيش فرق، الفرق بسيط جدا، نفس الاستعدادات نفس التحضير. الحكم لو جاله ماتش في اي مكان المفروض هو نفس تحضيره ونفس استعداده للمباراه بيتم من مسابقه لمسابقه، بس هو بيبقى استعداداته ثابته يعني. طيب كنا عايزين نعرف خطة حضرتك اللي حاططها للحكام في الفترة الجاية ان شاء الله. لا ان شاء الله احنا عاملين خطه كويسه جدا طبعا، برئاسه بمنطقه اسكندريه، رئاسه اللواء طارق حسن. فاحنا عاملين خطه كويسه لنوض بالحكام، معسكرات، اجتماعات اسبوعيه، فان شاء الله هيطلع من اسكندريه اكتر من حكم دولي باذن الله يعني. باذن الله. اتشرفنا جدا بحضرتك كابتن حسيني، وان شاء الله حضرتك تطلع لنا حاجه كويسه جدا من فريق كبير من الحكام. شكرا.